لذلك التغيير هو سنة كونية، والذي لا يتغير الآن هو ثمن التغيير، إما معجل أو مؤخر ستدفعه، إما أن تدفع ثمن التغيير أو تدفع ثمن ألم عدم التغيير. لذلك إن أردت التغيير هناك عدة أشياء لا بد أن تدركها. هناك يا عبد الله أجراس وإنذار إن دقت في حياتك فقم وهب إلى التغيير. أولها إذا كثرت مشاكلك. أحكي لك قصة. إحداهن اتصلت ذات يوم وتشتكي من زوجها، ثم عرجت على والدتها، ثم انتبهت إلى جيرانها، ثم قالت 4 عاملات ما اتفقت معهن، ثم قالت بيني وبين أولادي فجوة. فقلت لعلهم والله يعني جلسوا في مؤتمر وتآمروا عليك. قالت يا خالد يا أخي كلمني بجدية. قلت الناس لا يتآمرون، أنا شخصيا إذا 2 اختلفت معهم في اليوم فأنا عندي مشكلة. هذا جرس الإنذار الأول. إذا كثرت مشاكل، إذا كثرت مشاكلك يعني في مشكلة عندك، مين سين وصاد ونون يا أخي. يقولون بالمناسبة في هذا الطرح، يقول إذا قال لك أحد يا فرس قل يا أخي أنا رجل، وإذا قال لك 2 يا فرس فربما كانت دعابة، أما إذا قال لك 3 يا فرس فاشتري سرج. قضي الأمر. الأمر الثاني إذا ضعفت إنتاجيتك، ما في إنتاجية، لا في البيت، لا مع أولاده، لا يقوم بأشياء، لا يؤدي مهامه، ما حتى في العمل إنتاجيته كل على العمل، يعني ما لا يأتي بخير أينما توجه، ما في شيء، ما في إنتاجية. ولا بد يكون الإنسان أيضا حسيب نفسه ويدرك ما يجب أن يقوم به. هذا مؤشر. أيضا يقولون من المؤشرات إذا أحسست بالملل، وكلمة ملل يا عبد الله كثيرا ما تتكرر. طفشنا، ضجر، الملل، ضيق.